يعني ايه عايز اتكلم كلمتين كده. خلاص ميركاتو الاهلي يعتبر خلص، الاهلي تقريبا مش هيجيب لعيبه تاني. هو بس وباقي 2 لعيبه هيتباعوا او 3 لعيبه. مصطفى مخلوف هيطلع اعاره لاي حته، وكوكا هيتباع لنادي قاسم باشا بمبلغ هزيل جدا اللي هو 750. غلطه ان انت ما جددتلوش. واحمد عبد القادر اللي احنا اتكلمنا فيه القصه دي كتير وبنتكلم فيه تاني. احمد عبد القادر ده بعمل له اوديو لوحده تاني عشان نشوف بس القصه بتاعته وصلت لفين. غير كده قلت لك الاهلي تقريبا ان هم كده 16 او 17 لاعب غير الثلاثه دول يعني. انا هكلم لك عليهم لسبب هوصلك عليه بقى. انت فقدت حارس مرمى اللي هو حمزه علاء، وهتفقد التاني مصطفى مخلوف، ولكن ده هيطلع اعاره فده هيرحل. انا بقارن لك بين السكواد اللي انت كنت رايح تلاعب بيه الزمالك في السوبر الافريقي في بدايه الموسم اللي فات، يعني ماتش مهم، والسكواد الحالي. يعني السنه اللي فاتت داخل تلعب الزمالك في السوبر الافريقي ماتش حياه وموت، وعندك انتر كونتيننتال ودوري، مفيش كاس بس في دوري ابطال افريقيا، فانت وسوبر مصر، يعني داخل على 5 بطولات مهمه جدا في موسم تاريخي، وبتستعد لكاس العالم وعايز السكواد ده يقعد بقى بتاع. وفي الاخر دخلت بتدعيمات عبيطه في الصيف وتدعيمات عبيطه في يناير، تعمل شويه تدعيمات قبل كاس العالم عشان تعمل القصه دي كلها. والسكواد اللي انت بادئ بيه الموسم اللي فات اللي هو الموسم اللي قبل كاس العالم المفروض انت عايز الدنيا تعمل، انت فاقد منه 17 لاعب. انا هقول لك اول حاجه انا بتكلم على حراسه المرمى. حراسه المرمى حمزه علاء عقده خلص ما جددتلوش، مشي فري. مصطفى مخلوف طالع اعاره. الباك اليمين خالد عبد الفتاح داخل في الصفقه التبادليه بتاعه سيراميكا. بمناسبه صفقه سيراميكا عشان بس ده كلام مهم جدا جدا جدا. صفقه سيراميكا انت رايح تشتري من سيراميكا احمد رمضان بيكهام و محمد شكري. باي ذا واي انت سنه 2022 انت بايع لسيراميكا احمد رمضان بيكهام ومحمد شكري الاثنين في صفقه تبادليه اشتريت بيها مصطفى سعد ميسي اللي هو فين دلوقتي. انا بيلعب في زد، وحتى مش منور في زد هذا اللعيب يعني اللي مشي في اول موسم. وده يقول لك قد ايه الفكره. الصفقه دي اللي عملها محسن صالح مش اللي عاملها كولر ولا اللي عاملها الاهلي، لان ساعتها ما كانش في مدير فني، كنت مسيت سوارش وما كنتش جبت مدير فني. فالصفقات دي عملها محسن صالح. عمل صفقتين، عمل 3 صفقات. جاب برونو سافيو وحاول يجيب ناس تانية معلش ما شاربوه ومش عارف ايه شويه ناس كده. ما لحقش ليه لان كولر جه فقال له لا ما تجيبش حد، خليني في الموجودين وبعد كده في النادي بقى نشوف. فانا بفهمك دي القصه. انت متخيل لجنه التخطيط بتاعنا محسن صالح القصه ايه. فانت زي ما بقول لك فادي فتاح راح في صفقه تبادليه 3 لاعب. باك اليمين، باك الشمال علي معلول عقده خلص وماشي ببلاش. كريم الدبيس رايح اعاره في الصفقه التبادليه اللي انت جبت فيها محمد شكري. يعني عندك يحيى عطيه الله اعارته خلصت ولم تجدد الاعاره وده 6 لاعب. في نص الملعب حدث ولا حرج، عمرو السوليه خرج عقده خلصان وما جددتلوش فخرج. انا نسيت المدافعين لان انت عندك رامي ربيعه عقده خلص وما جددتلوش. يوسف ايمن لغيت الاعاره بتاعته ومشيته. بقول لك اللعيبه اللي بدات الموسم السنه اللي فاتت. فانا معلش هعيد تاني من الاول، انا اسف للناس لو بتسمع يعني. انت عندك حمزه علاء، مصطفى مخلوف، باك اليمين خالد عبد الفتاح، الباك الشمال كريم الدبيس، علي معلول، ويحيى الله. كده 6. سابحهم يوسف ايمن، ده منهم رامي ربيعه. حتى هذه اللحظه انت ما كسبتش مليم في 8 لعيبه خارجين. مليم قولا واحدا. في ناس رايحه صفقه تبادليه، في ناس رايحه اعاره، بس حتى الان انت ما دخلكش مليم من الصفقات. اللاعب التاسع هو عمرو السوليه برضه عقده خلصان. اكرم توفيق عقده خلصان وما عرفتش تجدد له. كده 10. كريم نيدفيد برضه مدخله انت في صفقه تبادليه اللي جبت فيها رمضان بيكهام وبتاع ده. كده 10. حد بيعدني ورايا ما علينا. اللعيب ال 11 عمر الساعي اللي انت جايبه ب 50 مليون ومطلعه اعاره، فده بقى الحمد لله الاعاره جابت لنا 9 مليون جنيه من 50 مليون المدفوعين فيه. اللعيبه بدات الموسم اللي فات. انت متخيل ان دي كان قائمه الاهلي اللي رايح يلاعب الزمالك في السوبر الافريقي، وان انا كنت قاعد في هذه المنصه وفي هذا المكان بقول لك سكواد الاهلي مش كويس وكل دي لعيبه كانت رايحه تلاعب الزمالك السنه اللي فاتت في ماتش السوق في السوبر الافريقي. فوصلنا للعيب رقم 11 اللي هو عمر الساعي. ده في نص الملعب مشي عمرو السوليه، مشي اكرم توفيق، ومشي عمر الساعي. في الهجوم ماشي جوز الخيل، بيرسي تاو ورضا سليم. بيرسي تاو مشي في يناير انت خلصت منه، ورضا سليم انت كده كده خرجته بره قائمتك مش هتسجله، يا يمشي ببلاش يا يمشي فري. في الاخر عشان بس اقول لك على حاجه، انت رضا سليم انت حاليا بتحاول تبيعه مش عارف لان مفيش حد راضي يدفع مرتبه الكبير. فجاله عرض من المغرب، هو قال لك ماشي طب اروح الوداد مش هيدفع له نفس المرتب. طب يروح اعاره، طب انا هدفع له مرتبه في الوداد ليه؟ طب نشتريه، قال لك خلاص هنشتريه هو اشرف داري 2 بمليون دولار اللي هو اقل من نص ثمن اللي اشترى بيه اهلي اشرف داري، فالصفقه مش هتنفي. من الاخر عشان اجيب لك من الاخر يعني القصه دي كلها هترسى عليه، هو يروح سيراميكا والاهلي هيدفع مرتبه في سيراميكا، بس الاهلي يدفع مرتبه في سيراميكا بس ما يدفعوش في الوداد.
مقابل ما يفسخش عقده. هو انا شايف ان رضا سليم لعيب معقول وقابل للتطور. هو مستواه السنتين اللي فاتوا كان بالنسبه لي يعني ايه، يعني انا كنت محبط منه، يعني مستوى مخيب للامال يعني بشكل ما او باخر. كان مستوى مخيب للامال بالنسبه لي، انا كنت حاطط عليه سقف طموحات كبيره جدا جدا جدا، لكن هو كان بالنسبه لي هو مخيب للامال. خلصنا، ماشي. نروح بقى اللي بعد كده اللي هو مين؟ ادي دول اللي هم اللي في الحته اللي قدام. راح الكهرباء تقريبا الاهلي باعه ب 200,000 دولار. تراك الشاكب بالاعاره بالقصه دي كلها، الاهلي خلص منه. وطبعا رحل وسام ابو علي، وده الوحيد اللي الاهلي جاب فيه فلوس. في شويه اخبار كده منتشره ان وسام ابو علي النادي الامريكي مش عارف يقيده وممكن يطلعوا اعاره، وان طرابزون التركي هيروح يجيبوا اعاره، والقصه دي كلها. الاخبار دي متواتره من اكتر من مكان. من الاخبار اللي بتبقى متواتره بهذه الحقيقه بيبقى فيها نسبه دقه او نسبه صحه هي مش منطقيه لسبب. يعني انا همشي معاك في السيناريوهات كلها. هل النادي الامريكي اللي راح يتفاوض على لعيب وقعد يتفاوض على لعيب فتره طويله عشان يدفع فيه 6 مليون و7 مليون القصه دي كلها مش عارف يقيده؟ دي نمره واحد. لو فرضنا ان هو كان زي ما بيتقال اصل كان عنده انه عنده في قصه كده بسقف الرواتب والاستثناءات، وفي واحد من اللي المفروض يخرجه مش عارف يخرجه فمستني يخرجه القصه دي كلها. ماشي، انا معاك في القصه دي كلها، فاذا ده حاجه مؤقته وهتطلع لان هو المفروض جايبينه عشان يستثمروا فيه. طيب هل بقى يقول لك ده اصل ايه، واحد كان كاتب خبر ان ممدوح عباس ولا ان بيراميدز عاملين ده كله كوبري عشان ياخدوه؟ في حد يعمل كوبري ب 11 12 مليون دولار؟ يعني ان انت النهارده عشان تاخد اسامه ابو علي اعاره فهتدفع له المرتب اللي بياخده في كولومبوس كرو اللي هو كان المفروض 4 مليون دولار، وتدفع لكولومبوس كرو 7 مليون دافعهم للاهلي. ما هو مش يعني كولومبوس كرو مش عبيط، مش هيشتري يدفع 7 مليون وياخدوا من ويبيعوا لك ب 2 3 مليون مثلا يعني. او هقول لك اطلعه عرى سنه يبقى ب 2 3 مليون، اذا الكوبري يبقى ب 6 7 مليون. انا لو معايا 6 7 مليون دولار انا اجيب لعيبه احسن من اسامه ابو علي، او اجيب 3 4 لعيبه تنسن السكواد بتاعي. ايه فكره ان انا اضيع القصه دي كلها؟ ما علينا ما علينا. فاذا في 17 لعيب انت طلعت عمر الساعي اعاره ب 9 مليون وسام ابو علي 7.5 مليون دولار. طبعا فرق رهيب، فرق رهيب، فرق رهيب. فدي نقطه بس اللي انا عايز اتكلم عليها، ان انت خرجت لعيبه مالهاش سعر، فحتى ما كسبتش فيها فلوس. اللعيبه مالهاش سعر باستثناء رامي ربيعه واكرم توفيق اللي انت كنت، وحمزه علاء طبعا اللي انت كنت عايز تجدد لهم. الباقي خارجين غير مأسوف عليهم وما لهمش مكان في السكواد، فاذا كان في سوء تخطيط في السكواد.